أستاذ محمد حسن، بالنسبة لموضوع صفقة القرن، هذا الشغل الشاغل اليوم، الكل يتكلم في هذا الموضوع. ما رأيك بالاختصار عن صفقة القرن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفلسطين أرض لكل المسلمين باتفاق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عندما فتحت في أيام عمر لم يوزعها بين الفاتحين. عادة الغنائم أيا كانت في أصلها مقسمة في كتاب الله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، 4 أخماس للفاتحين. لكن الأرض في العراق وفي الشام ومنها فلسطين وأرض مصر اتفق الصحابة على أن لا يقسموها بين الفاتحين، فكانت بمثابة الوقف الإسلامي، وفيها مقدسات مثل مساجدها، وأعظمها المسجد الأقصى الذي هو من مقدسات المسلمين. هذه لا يحل بيعها ولا شراؤها ولا التنازل عنها، لأن قاعدة الوقف معروفة. نعم. في حديث عمر: نعم. لا تباع ولا توهب ولا تورث. فلذلك ليس لأحد الحق في التنازل عنها ولا في بيعها. صفقة القرن أرادوا بها أن يجمعوا مالا من المسلمين وأن يدفعوه لإسكات المقاومة، وهذا لن يقع قدرا ولا شرعا. الشرع حرمه، وحرم التنازل عن هذه الأرض، وحرم بيعها، وحرم أي تنازل. عندما تقول شرعا، القدر كذلك أثبت أن هذه الصفقة لن تكون، لأن الله أثبت في كتابه أن المقاومة تستمر إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. عندما تقول شرعا، هل هي مسألة عقائدية أو فقهية؟ لأن هناك بعض الدول قد وقعوا على هذا، والنتيجة سوف نتساءل ما حكم من وقع أيضا. يعني بارك الله فيك. نحن نتكلم هنا عن العقيدة وعن الشرع. نعم. العقيدة ما ورد في القدر، والقدر معناه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن عن المستقبل في هذه الأرض. نعم. فنحن نؤمن عقيدة أن هذه الأرض ستبقى إسلامية، وأن المسيح ابن مريم سيقتل فيها الدجال، وأنها سيقتل فيها اليهود حتى يتكلم الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأنها ستكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم. هذا عقيدة يجب تصديقه. طيب. أما الحكم الشرعي، من وقع. نعم. حكم هذه التنازل عن هذه الأرض، حكم صفقة القرن، حكم بيعها، حكم خذلان المهجرين الآن الذين تهدم بيوتهم ويخرجون منها إلى الشارع، حكم قصف بيوتهم عليهم وقتلهم في مستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم. هذا الحكم الشرعي فيه. نعم. أن هذا الفعل من أكبر أنواع الإرهاب ومن أكبر أنواع الطغيان والعدوان، كما بين شيخنا الريسوني في بداية الحلقة الماضية. ولكن مع ذلك قضية الواقع بمصطلح الفقهي نعم. ماذا تسمون أو كيف تحكمون على من وقع صفقة القرن أو من وقعها؟ وقعها على صفقة القرن، حكمه الشرعي ووصفه الشرعي أنه خائن. نعم. خائن. وقع صفقة القرن، حكمه الشرعي ووصفه الشرعي أنه خائن. نعم. خائن. وقع صفقة القرن، حكمه الشرعي ووصفه الشرعي أنه خائن. نعم. خائن. هل هناك مصطلح فقهي في اسمه خائن؟ إيه نعم. خائن حتى مصطلح قرآني ومصطلح حديثي. إيه نعم. فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم. وهذه صفة المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذلك قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. لكن في سؤال يطرح نفسه: إذا كان هناك من وقع وهو خائن بمصطلح فقهي الذي تذكره، كيف سيتعامل العلماء والفقهاء مع هؤلاء الخونة؟ إذن الخونة لا بد أن يعلنوا خيانتهم، وأن يحذروا منهم، وأن يعلموا أن ما فعلوه لا يلزم الأمة ولا يلزم أحدا سواهم. فالخائن لا يمثل الأمة. أيوة. الخائن لا يمثل الأمة، وتوقيعه مختص بشخصه هو، وما له حق، لأن الخائن قد أهدر كرامته وأهدر حقه. شكرا، وصلت الرسالة.